ولذلك أقول بالنسبة لهذه المنظومة الرائعة التي أراها الآن، لو أنهم دعوني وأنا الزغبي الآن أقسم بالله يا أسامة لأجبتهم بحمل السلاح، ولكنت أول من يقف في الصف. ربما واحد يضحك ويقول لك ايه ده شيخ، نعم. شيخ يعرف يعمل حاجه. انا عايز اقول لهم حاجه نعم. ودي يعني لطيفه اهي. انا لما رحت الجيش رحت عده ايام يا استاذ اسامه. نعم. ايام هجوم قالوا لي يا شيخ زوبي معلش انت خطر وفي تقرير خطر على الامن. خطر ممنوع تشوف السلاح ولا تختلط بالعساكر. روح وهنديك ايه انت مترقي على الريف وهنبعت لك الشهاده لغايه البيت. تعرف يا اسامه عملوا لنا بتاع مسابقه تنشين بالسلاح بالكلاشينكوف. كان معانا الصولات والضباط في اللواء 116. والله العظيم اخوك اخذ الرقم واحد. نعم. رقم واحد. اقول لا ده انت خطير ولا طلقه هافت على بعد 100 متر. وجعلوني القناص الوحيد على الدبابه. ما شاء الله. اذا هنحتاجك. ولذلك انا بقول حاجه هنحتاجك في البحرين يا ما شيخ. انتش فاهمني. نعم. اقسم بالله مش بجمل في كلام. نعم. لو انهم طلبوا مني ان احمل السلاح وان اقف معهم لوقفت ولجعلت صدري امام الجبل. علي خامنئي اللي اتمنى يخرج يناظرني ويخرج من القم بتاعه يعلن امس يقول لك لو المملكه العربيه السعوديه اتعرضت للشيعه في المنطقه الشرعيه في المظاهرات السلميه احنا نتدخل عسكريا. يعني يحارب المملكه العربيه السعوديه. انا بقى بقول له يا علي يا خامنئي طبعا رد عليه يعني سعود الفيصل وزير الخارجيه السعوديه بما هو كافٍ، لكن انا بقول له اقسم بالله لو فكرت تفكيره، طبعا السعوديه رجال وابطال اهل شهاده، اقسم بالله لاعلنن من يبايعنا على الموت للقضاء على الايرانيين روافض، من يبايعنا على الموت للقضاء على الايرانيين روافض، من يبايعنا على الموت للقضاء على الايرانيين روافض. ساعتها خذ بقى من كافه البلدان لن يكن لك مكان. بقول لك يا علي خامنئي اعرف